أخطر عدو ليك في الدنيا ممكن يكون الشخص اللي بتنام جنبه أو بتاكل وتشرب معاه، وده اللي حصل فعلا مع كريم. واللي حصل له كان غريب جدا. الراجل راجع من شغله وطالع على السلم يدخل شقته، وفجأة يتضرب بحديدة على راسه ويموت في الحال. الصدمة هنا إن اللي قتل كريم عمر ما كريم اتعامل معاه أو حتى يعرفه، وفي نفس الوقت في كمية غدر من شخص تاني هو أقرب حد لكريم. خيانة مع سبق الإصرار في صندوق الحكاوي مع محمد أدم. الحكاية بدأت سنة 2025. كريم في الوقت ده كان عايش مع أهله في منطقة المرج بالقاهرة، وعنده 30 سنة، بيشتغل محاسب في مصنع كبير جدا، ولأنه وحيد أبوه وأمه فكان نفسهم يفرحوا بيه ويشوفوه عريس ويشيلوا عياله قبل ما يموت. عشان كده كريم بدأ يدور على عروسه. في يوم واحد شغال معاه في المصنع واسمه أبو آية كان عارف إن كريم بيدور على شريكة حياته. قال له أنا عندي آية 28 سنة هتحافظ عليك وهتصونك. ولما كريم حكى لأبوه وأمه الدنيا ما كانتش سايعاهم من الفرح، وكريم كان بيحب أمه وأبوه جدا وكان عايز فعلا يفرحه. كريم كان نموذج للابن اللي بيراضي أهله عشان خاطر ربنا. آية واللي هي العروسة وافقت فورا وبدون تردد إن هي تتجوز كريم، وكل اللي كان في دماغها ساعتها إنها تتجوز واحد معاه فلوس ومش مهم أي حاجة تانية. وطبعا كريم كان مرتاح ماديا وكويس وفي نفس الوقت متعلم وابن ناس، فكان عريس لقطة. وفعلا في فبراير 2025 اتجوزوا، وكان عدى على الخطوبة شهر واحد بس. كريم بعد الجواز كان راجل محترم، ولأنه من أصل طيب فعلا كان بيحب آية من كل قلبه وكان بيعتبرها كل حاجة في حياته. لكن في نفس الوقت عمره ما قصر مع أبوه وأمه في أي حاجة يعوزوهم، ودايما كان بيراعيهم وبيشوف طلباتهم. ومن هنا تبدأ الخلافات. آية كانت عايزة كريم ما يصرفش ولا مليم على أبوه وأمه، ودايما كانت تقول له أنت مالك بيهم، هم في حالهم وإحنا في حالنا، والبيت محتاج مصاريف. وبرغم إن كريم كان بيوفر لها كل حاجة نفسها فيها، آية ما كانتش بتشبع وكانت عايزة كل حاجة معاها هي وبس. كانت بتقول لكريم يا إما تبعد نهائي عن أهلك وما تدهمش ولا مليم، يا اما هسيب لك البيت. كانت دايما بتحرمه من حقوقه الشرعيه. وطبعا بعد كل خناقه تسيب البيت وتروح عند اهلها، تقعد فتره وكريم يرجع يصالحها ويرجعها تاني البيت. كريم لانه كان راجل جدع عمره ما قال لاهله عن اي مشكله جوه بيته، وكل ما كان يروح عند اهله وكانت مراته مش معاه كان يقول لهم تعبانه او عند اهلها. عدت سنه وكريم بدا يتكلم مع آية انه نفسه يكون اب يفرح ويفرح أهله، لكن آية كانت بتقول له إن الظروف المادية مش هتخليهم يتحملوا مصاريف أولاد. وعشان كده كريم بدأ يطبق في الشغل كذا وردية، وده برغم أصلا إن ظروفه المادية كانت كويسة. لما الخلفة اتأخرت شوية زيادة عن اللزوم، كريم كان فاكر إن التأخير ده سببه طب بسيط وهيتعالج لما يروحوا عند الدكتور، لكن اللي ما كانش يعرفه إن آية بتاخد حبوب منع حمل من وراه. لكن كريم بالصدفة عرف إنها بتاخد الحبوب دي لما لقى شريط البرشام وواجهها بيه. في البداية كسبت وقالت إنها أول مرة تاخده، وده بس عشان الظروف اللي هم فيها ما يسمحش إن هم يجي لهم طفل دلوقتي. كريم هنا والأول مرة قرر إنه يطلق وينفصل عن آية، لأن مش دي الإنسانة اللي كانت معاه في بداية الجواز. على طول بتتخانق معاه بسبب أهله، وكمان على طول غضبانة عند أهلها، واكتشف إنها بتكذب عليه وكانت بتمثل دور الإنسانة الطيبة. وفعلا قال لها احنا مش هينفع نكمل مع بعض. آية بعدها حاولت تصلح كل حاجة ورجعت تمثل تاني زي أول الجواز، وقالت له كل اللي انت عايزه أنا هعمله لك. عدى أسبوع وكل حاجة كانت ماشية طبيعي. آية بقت بتعامل كريم كويس جدا، وهو فرح إن حياته أخيرا بقت طبيعية. وفي يوم كريم كان راجع متأخر من شغله، طلع على السلم وفجأة طلع حد من وراه بحاجة حديد خبطه على دماغه من ورا 4 خبطات. كريم اتوفى في الحال. الجيران سمعوا صوت الخبط وطلعوا يبصوا لقوا كريم واقع على الأرض وسايح في دم. ومرات كريم في الوقت ده كانت عند أهلها وكانت مستأذنة من كريم إنها هتبات هناك. الجيران بلغوا الشرطة فورا ووصلت وبدأت في الاستجواب. آية قالت معرفش أي حاجة لأن كنت بايتة عند أهلي في اليوم ده، ولأن كل فترة بروح عندهم يوم أو يومين. ولما سألوا الجيران الكل قال إن كريم شخص طيب جدا ومستحيل يتوقعوا إن حد يعمل معاه كده. والد ووالدة كريم كانوا منهارين جدا وباين عليهم الحزن، وبرضه ما قدروش يتهموا أي حد. مع مراجعة الكاميرات اكتشفوا إن في حد دخل العمارة قبل دخول كريم بحوالي 10 دقايق بالظبط،
وكأنه كان عارف مواعيد رجوعه كويس جدا، وطلع جري من العمارة، ركب عربية بدون نمر، وده بعد ما ضرب كريم وكان في ايده الحديدة اللي استخدمها في الجريمة. بس الشخص ما كانش ظاهر في الكاميرات، وده لانه كان لابس نقاب، بس حركته وسرعته الكل كان متأكد انه راجل مش واحدة ست. الشرطة كثفت البحث واكتشفت خيط تقريبا هيحل اللغز. آية اثناء الجواز كانت على علاقة بشخص اسمه هاني وعنده 29 سنة، صاحب كافيه في نفس المنطقة بتاعت اهلها. اول ما كريم فكر انه يطلقها، آية قالت أنا كده هخسر كل حاجة، لأن ما كانتش عندها أطفال، فعشان كده قررت إن هي تتخلص من كريم عشان تستفيد وتاخد المعاش وكمان الشقة، وبكده تكون استفادت من كل حاجة لوحدها. آية طول عمرها طماعة. الأغرب إنها كانت عايشة مع كريم الراجل المحترم وبتخونه مع شخص تاني بدون أي مبرر، ولما بس فكر يقول لها كفاية قررت إن هي تتخلص منه. هاني طبعا وافق يخلص من كريم لأنه برضه هيستفاد زيها بالظبط. آية هتكون معاه وياخد منها فلوس من بتاعة كريم. الشرطة قبضت على هاني وبالضغط عليه اعترف وقال كل حاجة، وانه كان على علاقة بآية من تاني شهر جواز، وان هي اللي بلغته بالخطة وازاي هينفذ كل حاجة بالظبط، وان هو في اليوم ده هيرجع متأخر، وان هي شالت بالقصد اللمبة اللي كانت في الدور اللي فيه الشقة. وفعلا استنى كريم في العمارة، واول ما كريم طلع على السلم طلع وراه بكل جبن وخبث، ضربوا على دماغه بالحديدة وكريم مات في الحال. القضية حاليا لازالت تحت المحاكمة، وإن شاء الله ياخدوا العقاب اللي يستاهلوه. الله يرحم كريم الراجل الطيب، كل ذنبه إنه كان بيحب أهله وعايز يفرحهم، وعشان كده بنقول قبل ما نعاشر بشر لازم نعرفهم كويس أوي. وسلام عليكم.